السلام عليكم حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا النهارده نعمل فطاير جميلة جدا هتعجبكم. لو عندك شوية رز باقيين منك او في التلاجة في جنب كده ملهمش لازمة ومش عارفة تعملي بيهم ايه، او مش بتاكل اكل البيت، يلا نعمل بيهم احلى فطاير. عندنا كوبايتين رز، جزر مبشور، وبصلاية متقطعة صغير، وحبة بصل أخضر عودين كده، وعندي صويا صوص، عندي بيض وتوابل ونشوف هنعملها ازاي. هتبل بس الأول كده الجزراية والبصلاية، هتبلهم بس يتبلوا شوية، وهنزل بعد كده بالعودين البصل الأخضر، هنزل بيهم في الآخر عشان أحافظ على لونهم. أنا مش بسويهم، أنا بس بشيل قرش منهم يعني كأني بعملهم نص سوا كده يعني. هنزل هنا بالبيض، عدد البيض على حسب كمية الرز. أنا هنا كوبايتين رز حط عليهم 5 بيضات، ملح وفلفل وتوابل فراخ، وحبة كزبرة خضراء، معلقتين صويا صوص. وهقلب الحاجات دي كلها في بعضها كده الأول، وهنزل عليهم بالرز البايت بتاعي. أي رز، أي نوع رز عندك بايت، أي نوع رز، رز حبة وحبة، رز بشعرية، أي نوع رز عندك بايت كله بيمشي يعني، كله شغال. وبعد ما يبرد شوية الجزر والبصل اللي كانوا على النار، هنزل على الخليط بيهم يعني، منزلش وهو سخن عشان البيض. وهقلب كويس في بعضه، هيبقى خليط كده تقيل، هتحسيه تقيل بس هو بيبقى جميل جدا، مش زي الفل. هقلبهم في بعض يتجانس كل الخليط مع بعضه. معلقتين زيت في الطاسة، وهاخد كده بمقدار معلقة غرف كبيرة، واحط كأنها فطيرة كده او قرص كده من الخليط اللي احنا عاملينه. فكرة حلوة جدا، وبنستغل بيها الرز البايت، والولاد بيشبعوا منها جدا جدا، ووجبة كاملة متكاملة وبتشبع وحلوة قوي قوي قوي. تنفع في الفطار، تنفع الولاد وقت ما بيكونوا جعانين، يعني تصبيرة مثلا، بتعملي حبة رز غيرنا على بيضة مثلا للولد. بتنفع في جوع آخر الليل لو الولاد جعانين، حلوة قوي قوي، مش محتاجة معاها حاجة يعني. كمان لو مفيش عندك عيش، خلص فجأة يعني، اكتشفت انه خلصان ومش عاملة حسابك، فبتنفع لأوقات كتيرة جدا، والفكرة حلوة جدا جدا. كمان الطعم حلو، مش مجرد الفكرة، طعمها حلو قوي على فكرة، مختلفة يعني. الخضار مع البيض مع الرز طعمه حلو قوي. هحط كده في الطاسة وهقلب بالراحة كده بمعلقتين قبل بعض، وخلاص كده خلصت، ما بتاخدش والله العظيم 10 دقايق. جميلة جدا، طعمها حلو قوي قوي، ولذيذة وعجبت الكل. يا رب تعجبكم ان شاء الله، ولو عجبتكم نعمل له لايك وشير، وعايزين الفيديو كتير، عدد كتير يشوفه. وان شاء الله نشوفكم في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.